واجعلني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم داعيا مجاهدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا الله الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. لا اله الا الله الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا اله الا الله الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين. اللهم تقبل منا ختم القرآن. اللهم تقبل منا ختم القرآن. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان. فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان. فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان. فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان. وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان. وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان. وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسابقنا إلى جنة النعيم. اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة واعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا واقرب بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا. اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ظفرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا ربنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر أحدا علينا وأرضنا وارض عنا وباسمك الكافي اكفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيك ورسولك وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيك ورسولك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وهب عبدك وهديك وحبيبك وهدي رسولك
صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبارك على نبيه وحبيبه عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه ما أبدا آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضي بسره الحوائج جميعا ثم تأهل وعيال الناس جميعا وكل من طلب الإذن يسعى في حاجة يا مجيب من دعا وأسجدن علينا ربك عافية وهب لنا الفصل في الدارين يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رشد واكفنا زللا واطرد لنا الجن والشيطان يا الله وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله ورد لنا كل ذي صعب وذي حرم ويسر كل ذي تعسير يا الله طول لنا عمرنا واحفظ لنا بدنا وهب لنا رشدا وتوفيقا يا الله ودمر كل اعداء تضلنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكن لنا عاصما من كل مهلكه ونجنا من بلايا يا الله وكن معينا لنا من شر ذي حسد مع شر فم وشر العين يا الله وشر سحر وشر الخلق انسهم مع دينهم ودوات السم يا الله لي جملن ظاهري وباطني بطاهري يا ماحي الكبائر بجاهه ولممي يا الله مغفرتك المؤمله اوسع من ذنوب عاص مهمله يا بر رحمتك ارجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين اجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الادب وبالتجرد وكثر اللعن فاننا وان تجرأنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثره الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادفع ضرنا بجاه خير العالمين الاكرم ثم بيمن رمضان الاعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كبير يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي حمانا وتجاوز عنا وانزل يا ربنا خير نعم مكان ما نخاف من شر من قبل وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا شافي أنزل شفاءك مكان الداء ولا تعالجنا بالابتلاء واشف جميع المسلمين عاجلا ثم هم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تواخذهم بكثر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد بغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يظهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك ها هنا ثم غدا لكنما تلذذ الجوارح أحظاهم لأقبح القبائل فلا تواخذهم بما لا ينقص ولهم هدي الذي لا ينفع يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن الغيوب رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ خذ أمة المصطفى عن كل مفسدة وترحم الخلق يا مجدهم بلاء يا مالك الملك يا مجد عن قولهم ارحم جميع الورى يا هادي الرحى يا رب اجعل المؤمنين معا في اسمك الحصين والشر اجمعا ملك جميعهم نفوسهم بلا شيء يضر والمساعي يقبل وكن معينهم على امور الدين والدنيا مدى الدخول فلا تواخذهم بما قد اجرموا في السر والجهل فانت الاكرم اللهم انصر ولي امرنا وخليفتنا الخليفه العام للطريقه المريديه اللهم كن له وليا ونصيرا واحفظه بما تحفظ به عبادك واولياءك الصالحين وطول بقاءه فينا وامدده بالصحه والعافيه وزده قوه الى قوته حتى يتمكن من تحقيق جميع مشاريعه الاسلاميه والقديميه اللهم اعن كل من يعينه ويساعده على اداء مهامه من اقارب واتباع ووفقهم لما فيه مصلحه المريدين والمسلمين جميعا اللهم احفظ ولاة امور الدين والخلفاء في البلاد وكن لهم عونا في كل اعمالهم وهب لهم الصحه والسلامه والعافيه
ووحد كلمتهم وشملهم وصوت صفوفهم وألف بين قلوبهم ووفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم اجعل كامل التوفيق والسداد لولاة أمور الدنيا في البلاد. اللهم اجعل كامل التوفيق والسداد لولاة أمور الدنيا في البلاد. اللهم اجعل كامل التوفيق والسداد لولاة أمور الدنيا في البلاد، وكن لهم عونا وحفيظا، وسهل لهم كل العسير، واكتب لهم التيسير في كل الأمور. اللهم سدد خطاهم ووفقهم لما فيه مصلحة العباد والبلاد. اللهم احفظ بلادنا وأدم علينا نعمة الأمن والإيمان، وافتح علينا بركات الأرض والسماء حتى يتمتع الجميع برغد العيش وبالحياة الطيبة المملوءة بالهدوء والاستقرار والأمان. اللهم يا ربي يا سميع يا قريب يا مجيب، هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة وببركة عبد الله وحبيب رسوله خليله وحبيبه ووسيلته إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وأسنى قديمه وسلم تسليما. أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين والقاد سير والأمين بقلقلي وجسدي ناجيت ذات العظيم بالحب معدور النسيم ولي كان بعظيم وسالني عن السليم لا بدور الله قلبي